Muley, please, come on. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ النهاردة هنتكلم عن موضوع غريب شوية بس مثير للاهتمام جدا، وهو ليه البغل مش بيتكاثر زي باقي الحيوانات؟ والله البغل ده اللي بنشوفه في المزارع والجبال، اللي بيحمل أحمال تقيلة ويصبر على الظروف القاسية، بس لما يجي على التكاثر بيبقى عقيم تماما. يعني إيه؟ مش ممكن يخلف أولاد زيه، وده بيخلي قصته فريدة ومليانة أسرار علمية وتاريخية. ليه بقى البغل كده؟ مش ممكن يكون زي الحمار أو الحصان اللي بيتكاثروا عادي؟ وهل ده عيب ولا ميزة؟ وهل فعلا البغال ساعدت في بناء الحضارات زي اللي بنسمع عنها في التاريخ، زي في مصر القديمة أو أوروبا؟ وهل كتر استخدامها ممكن يأثر على عددها ويخليها تنقرض زي بعض الحيوانات التانية؟ خلونا نجاوب على الأسئلة ديت واحد واحد بطريقتنا البسيطة، زي ما بنشرح أي حاجة محيرة. ليه البغل مش بيتكاثر؟ أول حاجة لازم نفهمها يا جماعة إن البغل مش حيوان طبيعي زي الحمار أو الحصان، ده هجين. يعني إيه هجين؟ ده نتيجة تزاوج بين ذكر حمار وأنثى حصان، مش بالعكس، لأن لو عكستها هيطلع لك حيوان تاني اسمه الهني، وده مش موضوعنا النهاردة. البغل ده بيجمع أحسن الصفات من الاتنين، قوة الحصان وصبر الحمار، بس في المقابل بيفقد القدرة على التكاثر. ليه بقى؟ الموضوع ده مش صدفة ولا لعنة قديمة زي اللي في الأساطير، ده علم وراثة بحت. خلونا نبدأ من الأول. الحمار عنده 62 كروموزوم، والحصان عنده 64 كروموزوم. الكروموزومات دي زي الوصفات اللي بتحدد صفات الحيوان، زي الشكل واللون والسلوك. لما ذكر الحمار بيتقابل مع أنثى الحصان، الجنين اللي هيطلع هياخد 31 كروموزوم من الحمار و32 من الحصان، فالإجمالي هيبقى 63 كروموزوم. ده رقم فردي، يعني مش زوجي زي اللي لازم يكون علشان يتكاثر. في عملية التكاثر الحيوانات بتنقسم الكروموزومات دي إلى نصين، واحد للبويضة أو الحيوان المنوي، وبعدين بيتجمعوا تاني في الجنين الجديد. بس في البغل ال63 ده مش بيتقسم صح، لأنه فردي، فالخلايا التناسلية بتبقى مش متساوية، وده بيخلي البغل عقيم، يعني مش قادر ينتج بويضات أو حيوانات منوية سليمة. طيب، مش كل الهجينات كده؟ لا، في هجينات تانية زي اللايجر، أسد مع نمر، وكتير منهم برضو عقيمين لنفس السبب، اختلاف عدد الكروموزومات. بس البغل ده أشهرهم لأنه مفيد جدا للإنسان. تخيلوا لو كان بيتكاثر، كان هيبقى عندنا سلالات كاملة من البغال، بس الطبيعة قررت غير كده. وده مش معناه إن كل البغال عقيمة 100%، في حالات نادرة جدا، زي واحدة في كل مليون إن أنثى بغل تخلف، بس ده استثناء، وغالبا الولد ده مش بيبقى زي البغل الأصلي. غير كده البغل بيورث صفات تجعله قوي جدا، بس الوراثة دي مش مستقرة. يعني لو افترضنا إنه يتكاثر، الجيل الجديد هيطلع مش متسق، ممكن يرجع لصفات الحمار أو الحصان ويفقد المزايا الهجينة. ده يسمى الهجينة الفائقة، زي إن الطبيعة بتعطي قوة إضافية للهجين بس مش بتسمح بتوريثها. فالإنسان لازم يعمل التزاوج ده كل مرة بنفسه علشان يحصل على بغل جديد. التشابه مع غيره من الحيوانات. خلونا نروح للنقطة الأهم، وهي إن البغل مش وحده في الدنيا دي. في حيوانات تانية هجينة مش بتتكاثر زي الليجر أو الزونكي. بس إيه اللي يخلي البغل مميز؟ ده بسبب التشابه الوراثي بين الحمار والحصان، اللي هم من عائلة الخيوليات. جيناتهم قريبة جدا، بس الفرق في عدد الكروموسومات ده بيخلي التهجين ناجح في الجيل الأول بس مش في اللي بعده. لو الفارق كان أكبر زي قطة وكلب ما كانش هيحصل تهجين أصلا. مش بس كده، العلماء وصلوا لمرحلة إنهم يدرسوا جينات البغل علشان يفهموا أسرار الوراثة. يعني بيعدلوا جينات في المعامل علشان يشوفوا إزاي يحلوا مشكلة العقم ده. بس لحد دلوقتي الطبيعة هي اللي مسيطرة.
تخيلوا إنك عندك بغل معدل جينياً بحيث يقدر يتكاثر. ده هيغير عالم الزراعة والنقل تماماً. بس حالياً البغل بيبقى زي نموذج مصغر لدراسة التهجين، وبيدرسوا عليه تأثير الوراثة على السلوك والقوة. كمان البغال بتشترك مع الحيوانات التانية في حاجات زي السلوكيات. يعني مثلا لو عايز تدرس ذكاء الهجين، البغل هيكون مثالي، لأن ردود أفعاله بتشبه الحمار في الصبر والحذر، والحصان في القوة. وده بيخليه مناسب جدا لدراسة علم الوراثة، زي ازاي الجينات بتتحكم في العقم. تشريح البغل وخصائصه. حاجة تانية مهمة جدا، جسم البغل قوي جدا، فتشريحه بيبقى مشابه للحصان في الشكل، بس أقوى في العضلات والعظام بسبب التهجين. وفي نفس الوقت تركيب أجهزته الداخلية زي الجهاز الهضمي والتنفسي بيشبه الحمار في التحمل. يعني لو عايز تدرس التحمل في الجبال، ممكن تبدأ ببغل وهتكون فاهم حوالي 90% من الموضوع. كمان متابعة نموه أسهل بكتير من حيوانات تانية، لأنه عمره طويل نسبياً، حوالي 30-40 سنة. والحقيقة الباحثين بقوا عارفين جسم البغل زي ما يكونوا هرسينه، يعني كل تفصيلة فيه مدروسة، من الجينات لحد تركيب الأعضاء الداخلية. فما فيش داعي يروحوا يدوروا على هجين تاني ويبدأوا من الصفر، طالما عندهم حاجة مضمونة زي البغال. يعني تخيلوا إنك عندك كتالوج كامل عن البغل، بتعرف كل حاجة عنه. ليه تروح تدور على حيوان جديد وتبدأ تدرس من الأول؟ إنجازات البغال في التاريخ. طيب، هل البغال فعلا ساهمت في بناء الحضارات رغم إنها مش بتتكاثر؟ أيوة يا جماعة، البغال ليها دور كبير جدا في تاريخ البشر. يعني منذ العصور القديمة، زي في مصر القديمة، كانت تستخدم لنقل الأحجار الثقيلة لبناء الأهرامات والمعابد. تخيلوا إن البغال كانت بتحمل أحمال تصل لنص طن، وتسير في الرمال والجبال من غير ما تتعب. كمان في الإمبراطورية الرومانية كانت البغال حيوانات النقل الأساسية في الحروب، بتحمل الجنود والمعدات على الطرق الوعرة. في أوروبا في العصور الوسطى قيمة البغل كانت تساوي وزنها ذهباً، لأنها بتعمل ساعات طويلة من غير شكوى. وفي أمريكا خاصة في الغرب الجديد كانت البغال ركيزة الثورة الصناعية والزراعية، بتحرث الأرض الصلدة وتنقل البضائع عبر الجبال. خلونا ناخد أمثلة. مثلا في الحروب العالمية البغال كانت بتحمل الذخيرة والطعام للجنود في المناطق الجبلية زي في الحرب العالمية الأولى. كمان في المناطق الريفية في مصر والشرق الأوسط لحد دلوقتي البغال بتستخدم في نقل الإمدادات إلى القرى النائية اللي العربيات مش بتوصل لها. مش بس كده، البغال كان ليها دور في التراث الثقافي. في الأدب العربي بنلاقيها في الحكايات كرمز للصبر والقوة، زي في قصص الترحال في الصحراء. وفي اللوحات الأوروبية الكلاسيكية بتظهر في مشاهد الريف كرمز للكفاح. حتى في يومنا ده مع التقنيات الحديثة البغال لسه موجودة في المناطق الجبلية زي في الهيمالايا أو جبال الألب، بتساعد في السياحة والنقل. الاعتراضات على استخدام البغال. بس مش كل حاجة ورد يا جماعة، في ناس بتعترض على تهجين البغال، وده له أسباب منطقية. أول حاجة، البغال بتتعرض لظروف قاسية في العمل، يعني ممكن يحملوها أحمال تقيلة جدا أو تسير مسافات طويلة في الجبال، وده بيأثر على صحتها. كمان علشان مش بتتكاثر، الإنسان لازم يستمر في تحجينها، وده بيأثر على عدد الحمير والخيول اللي بنستخدمهم للهدف ده. كمان في اعتراضات تانية بتقول إن التهجين ده مش طبيعي وممكن يسبب مشاكل وراثية في الحيوانات الأصلية. في أمثلة قديمة زي في بعض المناطق لما كتر التهجين قل عدد الحمير النقية، وده أثر على التنوع البيولوجي. بس الحقيقة الحالات دي استثنائية، والفوائد اللي جات من البغال أكتر بكتير جدا. البدائل الحديثة. علشان كده العلماء بيحاولوا يلاقوا بدائل للتهجين التقليدي. زي إيه؟ أول حاجة التقنيات الوراثية الحديثة، زي تعديل الجينات علشان يخلوا البغال تتكاثر، بس ده لسه في مراحل البحث. كمان في بديل تاني وهو استخدام الآلات والمركبات في النقل،
زي التراكتورات والسيارات الجبلية اللي بتحل محل البغال في كتير من المهام. وأخيراً ظهرت حاجة اسمها الروبوتات الزراعية. دي عبارة عن آلات بتساعد في الحرث والنقل من غير الحاجة لحيوانات. الهدف من البدايل دي كلها إن العلماء يبعدوا عن الاعتماد على التهجين ويحافظوا على الطبيعة والحيوانات. خلاصة الموضوع، في النهاية يا جماعة، البغل مش مجرد حيوان هجين عقيم، ده شريك في تاريخ البشر، ساعد في بناء الحضارات من خلال قوته وصبره. من غير البغال كان زمان كتير من الإنجازات زي بناء الأهرامات أو النقل في الجبال ما كانتش موجودة. بس في نفس الوقت لازم نفكر في بدايل أكتر حداثة علشان نسيب الطبيعة في حالها ونقلل الضرر على الحيوانات الأصلية. لو وصلتوا للنهاية انتوا ناس زي العسل، اعملوا لايك وكومنت لو عندكم أي سؤال محيركم وهنرد عليكم على طول. وما تنسوش لو عايزين تعرفوا أي حاجة تانية عن الحيوانات أو الوراثة اكتبوا لنا في الكومنتات وهنجاوبكم. سلام، ونشوفكم في الإجابة على سؤال جديد محيركم.